لو داخل مجال الداتا ساينس مش فاهم يعني ايه ديبلويمنت او ماشين ليرنينج اوبريشن، انت كده بره السوق اصلا. خليني اقول لك حاجه هو محدش هيقولها في اعلانات الكورسات. في 2026 الشركات ما بقتش تدور على حد بس بيعرف بايثون، الشركات بقت تدور على حد بيعرف يحل مشاكل حقيقيه ويشتغل اللي اتعلمه على ارض الواقع. انت ممكن تضيع سنين من عمرك في يوتيوب وكورسات نظريه وتطلع على انترفيو تتسال فيه المشروع ده اتعمل اند تو اند ازاي، دخل الانتاج ازاي، اتنشر فين، وساعتها كل اللي هيكون معاك هي مجرد شهاده حضور. ودي مش مهاره، دي مخاطره بمستقبلك. وعشان كده احنا في ماشين فاي عملنا دبلومه الداتا ساينس كرحله استثمار مش مجرد محتوى وخلاص. في الاول هتبدا باساس تقني قوي في البايثون وسيكوال هيخليك فاهم مش حافظ، وبعد كده ماشين ليرنينج وديب ليرنينج بشكل عملي مرتبط بسيناريوهات في سوق العمل، وفي الاخر كابستون بروجكت كامل يشبه شغل الشركات فعلا مش مثال اكاديمي. وكل ده بمتابعه مستمره مع مدربين شغالين فعلا في سوق العمل. وكمان عملنا ضمان استرداد كامل لفلوسك لو ما استفدتش وخرجت من الدبلومه زي ما دخلت. والاهم انك مش بتخلص الدبلومه وتسال اعمل ايه بعد كده، انت بتدخل على منصه سيلكت اللي بتساعد الخريجين بتوعنا يوصلوا لاول انترفيو في شركات حقيقيه. السوق مش هيستناك، والاي اي هيستبدل اللي واقف مكانه. فيا اما تفضل تتفرج يا اما تستثمر في نفسك وتدخل اللعبه صح. فلو حلمك انك تبقى داتا ساينتست شغال بجد ابعت لنا بياناتك دلوقتي وهنبعت لك كل تفاصيل الدبلومه.